بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت هذه الوصفة تاع الكوكا، وهي وصفة أسهل وصفة جربتها وأفضل وصفة عندي، وهي المعتمدة. هذه الوصفة لأم وليد، ونشوفوا الطريقة مع بعض. سهلة ما فيهاش تعقيدات. 4 كؤوس فرينة، 2 3 4 شوية ملح، ثم 250 زبدة صول ولا لابيل، أي زبدة نقطعها قطع صغيرة، ماشي زبدة التوريق، نقطعها قطع صغيرة بهذا الشكل، ماشي نرابيها هكذا. ثم نبدأ ندخل كل هذيك الزبدة في الفرينة، ندخلوها مليح باليدين، نحكو باليدين حتى ندخلها كامل في الفرينة، يعني بهذا الشكل. وما يعني إذا بقات قطع يعني بقات قطع ما كان حتى مشكل، نستعملها عادي. هنا نجيبو حبة بيض، نحط عليها شوية ماء، ندربها ونحطها في الخليط، ونبدأ نلم العجينة تاعي. هنا حذاري ما تكتريش الماء، تلمي غير بأطراف الأصابع وضيفي الماء غير بشوية حتى تحصلي على عجينة متماسكة. هنا ما تجريهاش. إذن نحطها، راهي مشربة بالزبدة. هنا نحطها في كيس ونوضعها في الثلاجة الوقت اللي نحضروا الحشوة. إذن في مقلة نحط البصل الكمية اللي حبيتي، ندبله، نضيف له طماطم رابي 2 حبات أو 3، قليل من الملح، فلفل أحمر، فلفل أسود، هنا شوية معدنوس مطحون وطماطم مصبرة، واستعملي التوابل اللي حبيتي، ورجعها فوق النار حتى تجهز لي الصلصة. خليها تبرد. قسم العجينة تاعي ل 2، نحل النصف فوق الكيس بلاستيكي كيما رانا نشوفو. هنا طريقة سهلة، ما ندهنها ما نطويها، نحلها مباشرة الطبقة السفلى ونحطها في الصينية تاعي. سهلة. نعدلها في الصينية، يعني ننزع إذا كان زيادة ونعدلها كامل، ثم نتقبها بالشوكة بهذه الطريقة، ونحط الصلصة تاعي أو الحشو. تقدري تزيدي لحم مطحون أو اللي حبيتي، ثم نحط فوقه القطع الجبن. أنا استعملت الجبن المبشور، وزعي عليه قطع الجبن. نحل النصف الثاني بنفس الطريقة ونحطه من فوق هكذا. ثم كذلك نعدل كل الجوانب، ننزع الإضافات ونعدلها بكل سهولة، ونقطعها إلى مربعات، ثم ندهنها بصفار البيض، ضيفي له قليل من الحليب، ندهنها كامل ونزينها بالزيتون الأسود، ثم ندخلها في الفرن اللي كان مسخن من قبل. نخليها 30-35 دقيقة. كي نشوفها تحمرت من الجوانب، يعني طابت من الأسفل وبدأت تتحمر لي من الفوق، نشعل لها من الفوق تحمر ونخرجها. هذه هي النتيجة تاعها. كي تتحمر كامل تخرجيها، شوفوها في طبق التقديم. هذه هي الوصفة تاع اليوم، وصفة سهلة أي وحدة تقدر تجهزها، وأنا معتمدة عندي في شحال من عام، وكامل اللي ياكلها تعجبه وما نبدلهاش، يعني معتمدتها. إن شاء الله تجربوها وتذوقوها وتشوفوا البنة تاعها أفضل من الصورة. وشهيتكم في الجنة، وإن شاء الله نتلاقاو في وصفة أخرى، وإلى الملتقى.